اخواتي المصريين اللي متغربين في كل مكان، لو قلبك ما بيوجعكش دلوقتي وانت شايف اخوك بيبكي في الغربه من غير سند، يبقى انت مش مصري. اسمعني كويس، الجدعنه ما بتتاجلش، يا جدع يا مش جدع، والرجوله ما بتتشحتش، يا راجل يا مش راجل، والشهامه ما بتطلبش، مش هتنزل عليك من السماء، هتيجي منك انت، من دمك الحامي على ابن بلدك، من غيرتك على الشرف والسمعه، من غيرتك على ولاد بلدك. تفتكر زمان لما المصري كان يقول انا مصري الناس كلها كانت تقف احترام؟ ليه دلوقتي بقينا نستحي نقولها؟ وبلاش ندفن راسنا في التراب. انتوا عارفين ان كلامي صح، عارفين ليه وصلنا لكده؟ علشان الوحش اللي وسطنا رفع راسه وزاد في بجاحته، والراجل الجدع وقف ساكت يتفرج. عشان الشهامه بقينا نقول عليها موضه قديمه، والرجوله بقت ترند على التيك توك. كفايه يا رجاله، وانا بكلم الرجاله، كفايه ضعف وكفايه سكوت. تخيل اخوك اللي في قطر او في السعوديه او في الامارات او متغرب في اي حته، واحد شغال مطحون 16 ساعه علشان يساعد اهله ويبعت لهم اخر قرش معاه ومحدش بيسال عليه. تخيل واحد مننا وقع في مشكله ومحتاج حد يساعده. تخيل نفسك انت في الموقف ده والناس بتتفرج ومحدش بيساعد. دي مش بس نداله، ده موت للرجوله، ده خيانه للدم المصري اللي بيجري في عروقنا. انا شفت بنفسي نماذج من ناس مصريين جدعان لما بيشوفوا حد وقع بيساعدوه علشان يقوم يقف من تاني من غير ما يطلبوا مقابل ولا مصلحه. دول اللي بيحيوا الرجوله والجدعنه. وانت اسال نفسك انا فين منهم؟ الرجوله مش عضلات ولا فلوس ولا خشونه وصوت عالي. الرجوله انك تقف جنب الضعيف، انك لما تشوف الغلط تقول ده غلط، انك تمد ايدك قبل ما يطلب منك، انك تقول ده اخويا مش ده غريب. لو شفت مصري محتاج شغل ساعده يشتغل، لو شفت واحد تعبان اسأل عليه، لو شفت ظلم قوم واجهه، او على الاقل قول بصوت عالي ده غلط. الشهامه والرجوله دي نار في الصدور، هتحرق كل حاجه وحشه وسطنا، هترجع سمعتنا الحلوه، هترجع الناس تقول المصري ده جدع وراجل. دلوقتي دورك يا راجل يا جدع، سمعني صوتك في التعليقات الله يبارك لك، وقول لي انك هتولع الشهامه والرجوله جواك وتخليها تاكل كل شيء ضد الاصول اللي اتربينا عليها. شارك الفيديو ده لاخوك اللي في الغربه، خليه يحس انه مش لوحده. اتحدوا يا مصريين، الجدعنه مش هتيجي من غيرنا. وخليك فاكر النار دي لو ما طلعتش دلوقتي هتاكلنا احنا وعيالنا بعدين. وبعد اذنكم ما تنسوش التعليقات واللايك والشير. شكرا لكم.